لي. أهلا وسهلا فيكم جميعا، بشكركم. طبعا ممثل رفيق تيمور جملات، أمين السر العام رفيق ظافر ناصر. إذا أنت ما بتسمع بعلي أكتر مش الحال. وزارة الثقافة استثنيت هنا كمان حضرتك ممثلة وزير الإعلام. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. دايما بتشرفينا هيك بالمناسبات الحلوة. أبونا شيخنا الكريم، السادة كلكم جميعا، السيدات، أهلا وسهلا فيكم في هذا اليوم. حقيقة بدي أحكي عن الفكرة، أساسا فكرة المكتب الأكبر كتاب بالعالم. هو كانت فكرة موجودة براسي وعملنا لها دراسة سنة 2014، لكن ما كنت لاقي حدا يمولهاش، لأنه كان وقتها نفس الفكرة تقريبا نفس 10 أستاذ فادي 10 أمتار ونص أو 5.5، بس كان بده ينطبع الكتاب برا، كان بده ينطبع بألمانيا لأن ما كان في ورق بلبنان ينطبع الكتاب. عملنا دراسة بدها 40,000 45,000 دولار، سكرنا الملف كبيناه بهالجوارير وقعدنا. هلا أستاذ فادي بهالفكرة جميلة جدا واللي عم بيشتغل عليها صار له سنوات، تكرم علينا واجا واقترح علينا انه يكون هالكتاب موجود بالمكتبة الوطنية بعقلين. طبعا كلكم مش بالضروري ابدا انا اقول اهمية هالمكتبة، لان كل العالم صار تعرف انه المكتبة الوطنية بعقلين هي اكبر مكتبة عامة بلبنان، واشغل مكتبة عامة بلبنان، وانشط مكتبة عامة بلبنان، واغنى مكتبة عامة بلبنان، بل أغنى من المكتبة الوطنية الأم. نحن فتحنا على الناس، عملنا دورات مجانية، خرجنا 600 شخص، شباب وصبايا وأطفال وكذا. هلا عم نحضر لدورة ثالثة، دورتين عملنا، هلا عم نحضر لدورة ثالثة. أستاذ وفاء موقفين شوي لأنه مش لاقيين تمويل للموضوع. كمان حوالي 400 شخص مسجلين. صرنا 4 سنوات 5 سنوات جمعية أصدقاء المكتبة الوطنية مكونة من بعض الأصدقاء الأكارم، ما قدرنا عملنا 10 سنوات ولا 2 ولا غدا منذ الكورونا للضائقة الاقتصادية. فعم نتكل على نفسنا، عم نتكل على المسرح صراحة لحتى نمول مشروعات ونشاطات المكتبة. ما عاد عم نشتري كتب لأنه ما مش قدرتنا. عم بحطكم بهالأجواء بنتهز الفرصة، لأنه اليوم يوم حدث بالنسبة لنا كمكتبة وطنية، إنه ينحط الكتاب اللي عم بيشتغلوا عليه مجموعة، مش بس الأستاذ فادي سعد، مجموعة من الشباب والصبايا اللي تعرفنا عليهم نشيطين وعم بيحضروا ب4 مواضيع. هلا هو بيحكي عنهم، مش رح يحكي أكثر عن الكتاب. بس بالنسبة لي أنا بعتقد هالحلم اللي حلمناه بالمكتبة الوطنية إنه يكون عندنا أكبر مكتبة، أكبر كتاب بالعالم ويتسجل بجينيس، موسوعة جينيس بالمكتبة الوطنية، هاي شغلة مهمة، حلم تحقق. طبعا كلكم تعرفوا كمان كيف انفتحنا على العالم، كيف خلينا الناس تيجي على المكتبة، كيف المكتبة ما بتسكر أبدا إلا بالعطلات الرسمية غصب عنها، لأنه بالآخر ما بيعطوا للموظف نقل، أنا ليش بدي أجبر الموظف يجي يشتغل مجاني؟ عملنا برنامج الإعارة الخارجية المجانية اللي بآخر
إحصاء، بآخر إحصاء قعدنا 24,620 كتاب. مش سهلة، ولا مكتبة بلبنان عم بتعير لا هذا الرقم ولا أقل من هذا الرقم. فخورين نحن بإن عم نلبي توجيهات المؤسس اللي أسس المكتبة الوطنية ب 13 آذار سنة 1987 في ذكرى استشهاد كمال جملة. بعد 10 سنوات تبنتها وزارة الثقافة الدولة اللبنانية مجلس الوزراء واعتبرها تابعة لوزارة الثقافة. لكن ما بضيع سر إذا قلت حتى الآن من 1996 لحد الآن لا يوجد موازنة للمكتب الوطني. في بعض المصاريف بوافقوا عليهم بوزارة الثقافة، صار لنا سنتين هلا 5 سنين. مثلا المازوت اللي أنت بدك تعمل اليوم عندنا نشاط الساعة 7 أمسية موسيقية غنائية، يعني المولد اشتغل من الساعة 2 راح يروح للساعة 9 يمكن. طيب هاي المازوت من وين؟ من المسرح. رفيق ظافر عم يضحك لأنه بتعرف القصة كلها. وما تأخذنا العالم إذا شو اسمه مضطر أنا بالآخر أحمي هذا المكان. لما بلشت المكتبة بلشت بحوالي 10,000 أو 20 كتاب 15,000 كتاب. هلا عندنا 225,000 عدا تحت منا هون القاعة الأرشيف اللي تحت منا. قاعة الأرشيف فيها 300,000 مطبوعة دورية، صحف ومجلات وفايلات على حيلة اللي بيشيلوها الصبايا للحدث اليومي. حبيت بس أحطكم بالأجواء، كون في ناس كتير ما عم بتشوف أو ما عم نشوفها بالمكتبة، وفي ناس بيعرفوا هالقصص. بشكركم كتير. أستاذ فادي راح تكون يعني مع الأكيب الفريق العمل تبعك من أسرة المكتب الوطني، وهذا بيشرفنا أكيد. أنت وكتابك أكبر كتاب بالعالم. شكرا لكم.